السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منى من مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. النهارده طبعا احنا في موسم الفراولة، والفراولة كل الناس بتحبها وبنستناها تطلع من السنة للسنة. دلوقتي احنا هنعمل مربى الفراولة. دي من اسهل ما يكون، بتبقى جميلة جدا جدا والاطفال كلهم بيحبوها والكبار كمان. هي مقاديرها بسيطة. كيلو الفراولة بتحطي عليه 350 جرام سكر، والليمونة ومعلقة ملح ليمون، نص معلقة صغيرة، يعني اقل من نص كمان، حاجة بسيطة في الاخر بس علشان ايه، دي مادة الحفظ. احنا هنوزن الفراولة عشان اوريكم كمان بالجرامات. لو مش انا قلت لكم ان بالجرامات دي 1000 يعني كيلو فراولة. لو عايزينها بالمقدار بتملي الكوبايه دي مثلا عندك اهي، تمليها على الاخر كلها اهي، شايفاها وهي مليانه كده، تقومي حطاها وتقومي حاطه لغايه تلتها كده من تحت، من هنا تمليها سكر. انا مش عايزه احط السكر هنا علشان هيتبلي طبعا لان دي مبلوله. تلتها بس سكر، يعني تملي دي فراولة يبقى التلت سكر. لو بالجرامات هتحطي كيلو فراولة عليه 350 جرام سكر. احنا هنحط السكر على الفراولة اهو، تمام، وهنقلبها. طبعا دول شوية صغيرين كده انا هحطهم عشان يبقوا سلام خالص، عشان يبقوا حلوين. طبعا اهي تقلب. كل السكر تتغلف بيه خلاص، وبتسيبيها في التلاجة متغطية لتاني يوم الصبح، يعني تحطيها في التلاجة 24 ساعة. لما هتطلع من التلاجة هوريكي هنعمل ايه. رجعنا تاني بعد تاني يوم اهي. بصوا لما سيبناها في التلاجة من امبارح بالليل لغايه دلوقتي، شايفين الميه ده كله علشان السكر اللي احنا حطيناه عليها. هنحطها دلوقتي على النار اهي، نولع عليها عالي كلها اهي، شايفين؟ هنولع عليها ونسيبها لما تغلي وتاخد وتدي مع بعضيها، وكل ما يطلع ريم هنشيله. رجعنا تاني. بصوا هي بتغلي، بنشيلي فيها الريم، نشيلي الريم ده عشان ما يبوظهاش بعد كده. شيليها اهي، شيلي كده، مخليش حاجه من الريم ده خالص. اهم حاجه ان هي تبقى صافيه تماما اهو. شايفين؟ نشيلها ملهاش لازمه خلاص. كل ما يطلع ريم كل ما انت تشيليه. هي بتغلي هتاخد وتدي مع بعضيها برضو لغايه ما ايه، نحس ان هي استوت. هجرب لكم كمان نشوف استوت ازاي. اهو شايفين كتير الريم من عليها. الريم ده ملوش اي لازمه اصلا. شايفين؟ خلاص هي بصوا استوت اهي، وهتبتدي تتقل. ناخد شويه كده عشان نجربها، نحطهم في الطبق. شايفين؟ بس تبرد شويه اهي. بصوا مش بترجع قوي بسرعه اهي. نبتدي نحط الليمون، دي نص
بصي ليمونه اهي، دي نص ليمونه، ودول شويه ملح الليمون اللي انا قلت لكم عليهم بتوع الحفظ، حبه صغيره خالص بس علشان لو حتى انت هتركنيها شويه تفضل تعيش معاكي مده طويله. تمام اهي، نطفي عليها ونبتدي نعبيها وهي سخنه جوه البرطمان المعقم النضيف. تمام، بعدين نمسحها تاني من بره اهي. بس تبرد وهوريكم شكلها عامل ازاي. تملي البرطمان على الاخر عشان ما يبقاش فيه فراغ اهو. هنضفه واقفله. شايفين ادي الفراوله بعد ما اتعملت، شايفين جميله ازاي، وادي البرطمان اهو. دي هنا بعد ما بردت. يا رب تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس ويوصل لكم كل جديد انا بعمله.